النهارده هنعمل وصفه سريعه ما بتخلاش منها سفره رمضان. على السريع كده، يلا بينا. حطينا الزبده والزيت ومعانا البصل، بنقطعه كده جوليان زي ما انتم شايفين، وهنشوحه في الزبده والزيت لغايه ما يدبل معانا. وبعد كده هنجيب الفراخ معانا مقطعينها كده شرايح صغيره فيليهيا، ومقطعينها شرايح صغيره، ونقلب. اول ما نحطها ما نقلبش على اساس ان هي ما تفقدش السوائل اللي فيها، العصاره بتاعتها. بعد كده نقلبها، وطبعا بتكون النار عالية يا جماعة عشان ايه؟ تحتفظ بالعصارة بتاعتها. بنحط البهارات بتاعتنا، اي بهارات انت بتحبيها. انا حطيت بهارات فراخ، وحطيت بابريكا، وحطيت فلفل، اي بهارات انت بتحبيها، وملح طبعا. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. طبعا سفرة رمضان ما بتخلاش من الاكلة دي. كده خلاص هي استوت. انا هنا نسيت احط الفلفل الالوان، هرجع احطه قدامكم دلوقتي. هنا انا بعمل المية بتاعت المكرونة، هحطه تاني كده واقلبه تقلبتين فلفل الوان يا جماعه. احط الزيت والملح كده اهو. رجعتها وحطيت فلفل احمر اللي عندي، لا اي فلفل عندك، فلفل اصفر فلفل احمر الاتنين مع بعض حطيهم. خلاص انا حطيت فلفل الوان اهو على النار، هي كده انا مولعه النار، اخدتها تقلبتين كده. انا مش عايزاها تكون ايه يعني، عايزه الفلفل يكون يعني لسه بجروش كده، ما يسووش قوي. خلاص كده انا حطيت المكرونه، الميه غلت وحطيت المكرونه. ما تحطيش المكرونه لما الميه تغلي يا جماعه. خلاص كده المكرونه بتاعتي اتسلقت اهي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده هشيل المكرونه من على النار. حابه تغسلي المكرونه وتصفيها من ميتها اغسليها، حابه تسيبيها زي ما هي سيبيها. بس انا عن نفسي الافضل ان انت تغسليها وتصفيها من ميتها. انا يا جماعه بجد انا هنا جربت زي ما بشوف ان هم يسيبوا المكرونه بميتها وميه السلق بتاعتها وما يغسلوهاش. بجد الطريقه ما عجبتنيش يعني. آه، المكرونه مسكت في بعض، وطبعا لا، انا بفضل ان انت تغسليها. انا بقول لك الطريقتين وانت اللي يعجبك اعمليه، بس انا بفضل ان انت تغسلي المكرونه تصفيها وتغسليها. خلاص هنا بعمل البشاميل بقى. طبعا هنا البشاميل بعمله على البارد. هنا اللبن الكميه اللي انت عايزاه، بحط قطعه الزبده اهي، ولكل كوبايه معلقه كبيره دقيق، حسب بقى كميه اللبن اللي انت عاملاها. وبتحط الملح بتاعك، ولو عندك فلفل ابيض حطي، ما عندكيش ما بحطش الفلفل الاسمر طبعا. هنا انا بقلب اهو. هتقلبي على البارد وهتعملي البشاميل. البشاميل اللي جاهز معايا. هنا طماطميه انا عصراها، طماطميتين عصراهم بيوريه يا جماعه. ما بتحطيش عليهم ميه، تفرميهم كده في الكبه او في الخلاط من غير ميه، وبتملحيهم وبتحطي شويه فلفل، وبتحطوهم على المكرونه وبتقلبي. وطبعا البشاميل بنفضل نقلب فيه يا جماعه زي المهلبيه لغايه ما يربط معانا. وهنقلب كل المكونات. شوفوا المكرونه بقى ماسكه هنا ازاي يا جماعه اهي، لان انا ما هنا ما غسلتهاش. حاولت اجرب الطريقه دي الصراحه، بس انا دايما بغسلها. فنصيحه، انا ما حبيتش الطريقه دي ان انا ما اغسلش المكرونه واحطها كده من غير ما اشطفها. انا عاده بشطفها. خلاص هنا بقى حطيت جزء من المكرونه بعد ما عملت عليها البشاميل والطماطم. الطريقه الاصليه برضو للبشاميل بالصلصه البيضه، بس انا بحب احط عليها طماطمايه مع الصلصه البيضه، بيديها طعم حلو جدا. خلاص انا حطيت هنا اللحمه المفرومه في النص، وده طاجن صغير عملته برضو. وهنا حطيت المكرونه الطبقه التانية، واحط البشاميل على الطبقتين، على الصينيتين اقصد، زي ما انتوا شايفين كده. كميه بشاميل حلوه اهي كده. واحط طبعا على الصينيه الكبيره زي ما انتوا شايفين كده اهو. واحط على الصينيه الكبيره برضو بشاميل.
بس كده، ده الطاجن الصغير اهو طلع معانا الاول من الفرن اهو، زي ما انتوا شايفين جماله، شايفين جماله. تحفة بجد. شايفين الحلاوة يا جماعة. وده الطاجن الكبير اهو، الصينية الكبيرة اهو، بصوا تحفة بجد. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.